اليوم غادي نتعرفوا على دجاج الفومي، ولكن سميتو بياض الثلج. هاد الدجاج هذا قليل شويه وقليل في الاسواق المغربيه. هاد بياض الثلج كاين يعني الناس اللي كيربيوه بوحدو، ما كيربيوش معاه انواع ديال الفومي الاخر، لانه قبيح شويه. الفرارج ديالو كيكونوا قباح وكيقضيو على الفرارج الاخرين كما كتشوفوا مع بعضياتهم وكيتضاربوا. هاد بياض الثلج من احسن الالوان اللي كاينه. بياض الثلج يعني زوين وحتى اللحم ديالو بنين. هاد بياض الثلج كيهز يعني الوزن ديالو قليل ولكن البنه ديالو كثيره، يعني بلدي تماما، ماشي بحال الالوان الاخرى اللي كتهز اللحم بزاف ولكن يعني كتكون فيها البنه شويه رايمه الكروازي ولا رايمه الرومي، يعني ما كايناش البنه مزيان. وكما كتعرفوا بياض الثلج يعني كيبقى هو المتعه الزوينه. بياض الثلج راه زوين وحتى الديكور ديالو زوين، لا في الفرارج ولا في العتوقات ديالو وفي الدجاجات. يعني كيبيض، كيعطي البيض زوين، البيض ديالو يعني بلدي 100%، هو كيتبلد 100%. يعني الدجاج البلدي كياكل العقرب، حتى هو كياكل العقرب. الرومي ولا الكروازي اللي عطيتيه العقرب ما ياكلوش، والفومي والنوع الاخر ما ياكلش حتى هو العقرب. اما هذا كياكل العقرب بحالو بحال البلدي تماما. يعني البلدي كياكل العقرب يعني قابل للسموم، حتى هذا قابل للسموم. يعني كاين المعنى. يعني لا قالوا بياض الثلج راه بياض الثلج. بياض الثلج كيبقى المتعه الوحيده الزوينه. ها انتم كتشوفوا فريرجات ديالو زوينين وديكورات ناضيه، اللهم بارك. سبحان الخالق فيما خلق، سبحان المصور اللي صوروا. والاذان تا هو كيودن، وفي الاوقات ما تقولوش راه ساعه ما محقاش، فالاوقات كيودن، يا العصر يا الظهر يا الفجر، ديما سبحان الله يأذن. وهذا بالزوين فيه هاد بياض الثلج. السميه ديالو قليل اللي كيعرفها، القليل قليل. علاش عطاو بياض الثلج؟ لان عنده داك البيوضيه اللي فيه بياض بزاف كالثلج وعطوه بياض الثلج. هادشي اللي كاين كامل في حلقه اليوم. كنتمنى ان الحلقه تنال الاعجاب ديالكم، وراه كاين الكثير والكثير ما نقدموا لكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه اخرى ان شاء الله، ومع فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم سالمين، الى اللقاء بكم في حلقه جديده ان شاء الله.